لازم تعادل. انا اقول لك بطعم الخساره اليوم. لا الحمد لله والشكر. هذا حال كرة القدم، بس احنا عندنا عتب على لاعبينا. يعني تطبون للمباراة عبالكم انتم متقدمين 1-0 رأسا. شنو هالبرود اللي عندكم؟ برود يعني هاي المباراة نفسرها غرور؟ لا هو شيء اكيد غرور. ايوه هو اي انسان بداخله اكل غرور. يشوف شنو يشوف يفكر للطموح. هو بعد ما وصل المراتب يعني المتقدمه بعدك. يعني لاعبين هسه عندنا مثلا لاعبين المنتخب هم بعدكم، لان كره القدم تحب العطاء. انت اليوم وصلت المنتخب لازم تطمح لمن بعد فوق المنتخب، تطمح للاحتراف. يعني مو بس انا مثلت منتخب هاي هي بعد اوقف ما يصير. هارد لك جمهورنا، وعندنا عتب على جمهورنا اللي ما عنده قابليه تحمل المباريات لا يحضر، لان يكون سلبي على الفريق، على الكادر التدريبي وعلى اللاعبين وعلينا احنا كجمهور. احنا بدنا نحضر بالخساره وبالتعادل وبالفوز. ليش؟ لان راضين بفريقنا. يعني يجي مثلا ما يجي هذا الدوري كله ما جاي ما حضر له مباراه او مباراتين، اليوم يجي يصير سلبي. ليش؟ عوفنا ما عنده قابليه يقعد في البيت، وهاي قنوات تنقل الدوري اقعدوا بالبيت وشوفوا. الكادر التدريبي يتحمل جزء من التعادل؟ لا هو شيء اكيد كابتن، ليش يتحمل جزء وجزء الاكبر عليه؟ لان اللاعبين هو اللي يوظفهم، هو ما انا اوظفهم. اللاعبين هو اللي يوظفهم ويتحمل، بس اللاعبين همين مو صغار. اي يعني هم محترفين، بس محترفين مو بالمستوى. لان انت من تجيب محترف يعني تجيب محترف يضيف لك اضافه. احنا المحترفين مالتنا مو زينين، يعني باقين على المحليين افضل. يعني هذول بس عقود وتوديه وتجيبه وتوكله وتشربه وتنومه وما بفايده. الحمد لله والشكر. قادم ان شاء الله افضل، بس يعني والله ما اعرف. يعني هاي النتائج اللي حتاثر علينا جدا بالمرحله الثانيه. المرحله الثانيه مرحله اللا تعويض. يعني المرحله الثانيه جدا صعبه، عندك لعبات جماهيريه يد هوك بد هوك، وفريق هوك يعني من الفرق الممتازه بالدوري، خاصه الفرق الشماليه هاي السنه في قمه وفي تطور. احنا يعني العاده اليوم يا فريق مهدد بالهبوط. يعني انا اعتبر على الكابتن ايوب، يعني اتمنى يراجع حساباته ويلعب بالمرحله الثانيه. لازم يهيئ نفسه ويهيئ وضعيه اللاعبين، يلعب بمهاجمين اثنين، لان بعد مرحله لا تعويض. احنا فقدنا العام دوري بسبب هاي التصرفات من الكابتن قحطان والمدربين اللي اجوا وراه، واحنا هالسنه ما نفقد دوري، يعني سنتين على التوالي نفقد دوري بسبب اخطاء ساذجه جدا، يعني جدا من اللاعبين ومن الكادر التدريبي. ما اعرف يعني هاي التفاصيل شنو سببها. يعني انا اليوم فريق بغداد صفت عليه طوبه وانا عندي. كانت بالمتناول اليوم؟ لا لا بالنسبه للجوي كانت سهله. طبعا بالنسبه لنا احنا كجمهور نشوفها سهله بسبب وجود اللاعبين اللي عندنا، لاعبين منتخب على مستوى عالي. سنه اجي ضد امانه بغداد العب بمهاجم واحد والعب لاعب يلعب صانع العاب بالفريق، العبه متاخر وانا عندي العبه اليبرا وانا عندي لاعبين افضل من عنده موجودين، وارد بالشوط الثاني اسوي تبديلات وما الوقت ما يزاحمني. انا عندي مباراه كلش مهمه، انا لازم احصل 3 نقاط. الشوط البارحه فايز وانا اليوم اتعادل، صار الفرق يعني تقريبا 4 أو 3، صار الفرق 3. انا المرحله الثانيه شتيني كلها هاي المرحله كلها فوز؟ لا طبعا هم اكيد حوقع، راح اظل انتظر نفس العام وهاي السنه وهاي سنتين يطير من عندنا الدوري ان شاء الله. هاي الدوري لنا ان شاء الله، بس يعني على هذا مستوى اللاعبين لا ما اتوقع ناخذ دوري. والله بصراحه يعني منصدم حال اغلب الجماهير. اداء كلش تعبان، ماكو شيء يشفع لنا انه نفوز اليوم. اليوم فريقنا مو زين، ما قدم العاليه نهائيا. سوء المستوى من يتحمل؟ والله هسه احنا سوء المستوى بالدرجه الاولى يتحملها المدرب. اي والدرجه الثانيه اللاعبين، توظيف اللاعبين شفنا اكو خطا بتوظيف اللاعبين، خصوصا بعد ما تلقينا هدف. وتبديلات الكابتن شفنا بها تخبط بصراحه. حاول يصحح بس الوقت يعني سبقنا الوقت ما توفقنا. مباراة كاس وبعدها من نرجع بالدوري مباراة صعبة امام دهوك، فالفريق مقبل على مباريات كلش صعبة. اول شيء احنا ندين بشده الهتافات المسيئه بحق كيان نادي القوى الجويه وبحق المدرب ايوب بديشو. وبديشو مو مدرب بس هو تابع القوى الجويه، بديشو مدرب عراقي، مدرب المنتخبات الوطنيه، ملك للكل. فاحنا ندين بشده هاي الهتافات، لانه الاتحاد العراقي وجميع الوسائل الاعلام، انتم كاعلاميين والصحافه والجميع كلها يقول احنا نريد شو اسمه الهتافات، يعني تصاعد وتحسن على المدرج. فهم اساءوا نادي القوى الجويه جينا. بالنسبه لمباراه اليوم اكو اخطاء لاعبين هو عندنا بالقوه الجويه عليهم انه يراجعون مستواهم. لاعبين يعني احنا عندنا يعني افضل اسماء عندنا بالعراق،
زين، فعليهم ان يراجعون مستواهم لانه ابتدى كلش. واكو بعد يعني المدرب ايوب بديشي لهم عنده اخطاء بتوظيف بعض اللاعبين، وهذا هسه احنا 19 مباراه ما خسرانين ومتصدرين، وان شاء الله القادم